نحن نقبل التجهيز الصيني؟ لا نطلب مننا كمسلمين ما انا هاخد اهو. ان نقبل كل ما اذا لماذا تدرس نظريه النسبيه بتاعت اينشتاين اليهود الكافر؟ لماذا تدرسها؟ لان ربنا لماذا تدرس قوانين الجاذبيه في جامعات العلوم القوانين المصريه؟ العلميه مالهاش دعوه. العلم ما هو ده علم. لا مش علم ده، لا ده دجل. انا بقول علم الفلك صريحه. دجل يا استاذ. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم انا بقول لحضرتك حتى يتبين. انا بقول لك لهم علم انه الفلك الحق. علم. نعم. علم. انت بتاخد العلم الصحيح ده يطلق عليه الساينس. ما فائده الابراج؟ هقول لك اهو. فانا فضيله الشيخ خلط بين طباع العناصر 6 اما طباع 4 في معرض حديثه عن الابراج وما قالش. الابراج انا قلت لحضرتك نقاط وهميه، هي مساكن الكواكب، فيها روحانيات. الكواكب حضرتك مثلا قاعد في بيتك، ما دليله؟ فالكوكب انها فيها روحانيات. اقول لحضرتك حاجه اظن اسئلتي لا انا هقول لك انا عندي الاجابه. انا مشاهد ومتابع. اقول لحضرتك حاجه كمل كلامي. اسمع زي المشاهدين. انا عندي كلمه انا عندي الاجابه لان كل كلمه خطيره جدا. بص حضرتك، لا انا عندي. ما دليلك دكتور ان فيها روحانيات؟ اقول لحضرتك انا عندي الاجابه، بس انا حطيت نفسي مكان المواطن في الشارع ورديت عليه عشان افهمه، لان هو ما ردش عليا. لكن انا عندي الاجابه. انا رديت عليك صح وفهمتها لك صح، بس حضرتك خلطت بين الطباع والعناصر. العناصر للاسف الشديد. اما قلت له طباع ايه؟ لا للاسف الشديد، مع اعتذاري. لا مع اعتذاري لكل المشاهدين. يهمني المشاهد. هي فائده الابراج. ايوه تدخل في حاجات الابراج والسماء ذات البروج. ايوه لا يقسم الله الا بكل عظيم. الابراج هي نقاط وهميه، مساكن الكواكب، فيها روحانيات، فيها ملائكه. انا بقول فيها ملائكه. ما دليلك؟ اقول لحضرتك حاجه اهو. الكواكب موجوده فيها. الكواكب والابراج اللي بيولد تحت ظل الانسان. الكون وحده واحده. الانسان الذي يولد تحت ظل برج معين او كوكب معين بيستمد روحانيته من الكوكب ده او البرج ده. حضرتك مثلا مواليد مثلا هنقول مثلا مواليد حامل مثلا 29 نوفمبر حامل الثعبان. حامل الثعبان ده برج فيه روحانيات. اما انت تولد في ظله في يوم معين، الوحده واحده مثل الشمعه. اما انت تولد في ظل معين. يعني ايه بقى ظله؟ في ظله يعني في نفس اليوم بتاعه. انا ابراهيم اهوت في نفس اليوم. مواليد 7/7. انا برج ايه؟ يعني مثلا طبق عليه حضرتك. انا بقول لحضرتك قول له يا دكتور. ما دلوقتي المواليد الابراج. عفوا ده سؤال مهم جدا والله ويهم كل مشاهد. انا ابراهيم مواليد 7/7. الابراج دلوقتي دكتور احمد ما كانش الحاجه دي مبادئ الحلقه السابقه. انا هادي عاوزين نستفيد قدر الامكان والله. بس انا عايز 7/7. انا برج ايه حضرتك؟ انا بشرح لك. انا برج ايه دكتور؟ انا بشرح لك اهو. بقول لك اهو دلوقتي بقول لحضرتك حاجه اهو. انا جاي لك والله هقول لك اهو. دلوقتي مواليد ظل برج معين تم ترحيلهم بناء على النظريه الجديده بتاعت حمل الثعبان. تم ترحيلهم. الاسد بقى سرطان، والسرطان بقى جوزاء، والجوزاء بقى طور، والطور بقى حمل. ليه؟ ما دي تقسيمه جديده بقول لك اللي تم اعتمادها رسميا. ما انا بقول لك اهو. يعني صفات ناس اتغيرت زي ما نقول مخرجنا ايوه انت دلوقتي بقيت ايه؟ بقيت جوزاء رسمي. ما انا هرد عليك. انا عارف هرد عليك والله. دي مبادئ انا عارفها وحافظها وبدرسها. ايه اللي غير؟ ايه اللي حصل؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. انا هرد عليك. انا عارف انت برجك ايه، وهقول لك وممكن نطلع كمان بتاعك ومولود سنه كام وبياناتك. يا ريت. بس انا اقصد اقول لك ليه. انا عايزك تسمعني الاول. انا بقول لك انت حلال ولا حرام؟ اكبر حرام. لا بس ما تقاطعنيش بقى. انا ليا وجهه نظري والناس تصدقها. والساده المشاهدين تحكم الكلام ده ان الكلام ده حاليا حسب التقسيم الجديد بقيت مواليد برج الجوزاء. وبالتالي فعلا ولا مثلا انا بقول لحضرتك من شويه الهيئه الفلكيه الجغرافيه المصريه رسميا دكتور اشرف تدرس هيئه فلكيه معتمده رسميه بتاعت الحكومه اعتمدت التقسيم الثلاثي 13 برج حامل الثعبان. وانا الفلك الوحيد الذي يمارس علم الفلك والنجوم في مصر والدول العربيه اعتمدته. فانت بقيت دلوقتي جوزاء. يعني ايه معناها بقى ان انا معناها انت ولدت يوم 7/7. معناها ايه بقى؟ فحسب التقسيم الجديد تحت ظل برج الجوزاء. برج الجوزاء ساعه ما انت اتولدت هو فوقيك فيه روحانيات. انت ما بتولد في يعني انا بقيت برج الجوزاء حسب التصنيف الجديد. طب تحت البرج. ما انا بقول لك بقى سيتم تغيير بعض الصفات. ده معناها ايه بقى؟ بعض مش احداث حياتك، بعض صفاتك وطبائعك سيتم تغييرها حسب مواليد البرج الجديد او اللي هو البرج الجوزاء اللي هو الاتصال والانقسام والتساوي بيحكمه عطارد. طبعا دي اهواء. ما بقول رسميا تم اعتمادها. شئت ام لم تشئ هذا رسميا تم اعتماده رسميا على مستوى يعني والحكومه اعترفت بيه. احنا دلوقتي احنا ان شرع الله عز وجل. الهيئه الفلكيه اللي بتقول الارصاد الجويه. الهيئه الفلكيه المصريه دكتور اشرف تدرس رئيس الهيئه الفلكيه المصريه اللي هي الارصاد الجويه. اعترفوا بهذا الكلام. ايوه موجود في خش على وسائل الاعلام اجيب لك الخبر. يعني خش على ايه مثلا المشاهد يخش عليه عشان يعرف ده؟ مثلا موقع في البشاير في فيتو في عندك الوفد عندك صوت الامه عندك هيلاقي ايه بقى؟ هيلاقي ايه؟ الهيئه الفلكيه المصريه الجغرافيه دكتور اشرف تدرس تم اعتماد
التقسيم اللي هو 13 برج رسميا من الهيئه الفلكيه المصريه. طيب. تم اعتمادها رسميا، يعني التقسيم اساسي بقى 13 برج، ده رسمي من الهيئه الفلكيه المصريه اللي هي بتصدر الارصاد والطقس والجو والحاجات طيب كلها. دكتور ننتقل لنقطه ثانيه دكتور احمد بعد ابراج، وهي قراءه. حضرتك وصلت للنقطه اللي انت مولود تحت ظل معين، انت حاليا بقيت برج الجوزاء، وبالتالي في اليوم ده معين انت مولود تحت ظل برج، يعني في نفس اليوم بتاع البرج اللي هو البرج بيظله او المده بتاعته او الفتره بتاعته. ففي روحانيات مثل الشمعه يخرج منها لهب، ما تقدرش تقول ان اللهب دون جزء من الشمعه وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول هو منفصل عنه. فدي طب ده ياثر عليها ازاي يعني؟ ما انا بقول لحضرتك فيها روحانيات. طيب. فيها طبائع هتاثر على طبائع، يعني الجوزاء فيها روحانيات كوكب عطارد، فانت تاخد بعض طبائع كوكب عطارد وهي اللي هو بيحكم ايه؟ عطارد بيحكم الجوزاء موجب وبيحكم العذراء سلبي. الجوزاء هوائي، فانت بعض حسب التقسيم الجديد ستاخذ بعض الطبائع الهوائيه، بعض الطبائع الهوائيه الاتصال والانقسام والتساؤل، وليس كل الطبائع. تاخد الجوزاء وبعض السرطان، انت فاهمني؟ كل ده كوم ده البرج الشمسي، اضافه ان انت هتاخد بقى اطلاع حاجه ثانيه، اطلاع اللي هي تقسيم البيوت. طيب ده متعلق بقى بترابي غير الابراج؟ لا هوائي، بقول لك الجوزاء هوائي. طيب هوائي. اه الجوزاء هوائي، يعني انا هوائي. التقسيم الجديد بقيت هتنتقل للجوزاء، بس فيك بعض صفات يعني انا كده هوائي يعني رسميا بنسبه 70% هتبقى هوائي، بس مش معناها ان انت يعني مثلا ايه، يعني واحد هوائي بتاع، لا هتبدا تاخد ايه، هتفعل ما هي مميزات برج الجوزاء؟ يفعل الشيء ونقيضه. طب اذا انت بتتكلم في طباع فقط، الاتصال والانقسام، ايوه ما انا بقول الابراج طباع وليس تنبؤ. دكتور احمد، هل بيجي لك ناس بالفعل شاب مثلا وفتاه مقبلين على الزواج؟ دي اساسي. ويقول لك ايه بقى؟ إيه مثلا اول حاجه مثلا احنا ينفع لبعض ولا لا؟ انا عندي اتصالات كواكب ونجوم الكلام ده ينفع يا فضيله الشيخ؟ بس اكمل كلامي طيب. لا معلش نقطه بنقطه. وتقنيات كلاميه معقده. هل ده ينفع ان انا اخد بنتي النهارده وخاطبها واقول والله تعالى نروح للدكتور احمد الله يكرمه بسم الله ما شاء الله، يعني راجل بيجي في الفضائيات، ونقول النهارده نروح له نشوف يعني ايه اللي هيحصل له؟ ما هو لا، ما هو ده شيء مهم جدا. هل ده يا استاذ ابراهيم، هل ده ينفع؟ لا طب ده اكبر حرام. ما ينفعش. اكبر حرام. هل ده يعتبر من باب الذهاب الى عراف؟ المنجم والى عراف؟ السحر، العراف هو السحر، وانا بينت كده كتير. الى المنجم يا استاذ ابراهيم، الى المنجم. هل انت تعتبر الدكتور احمد دلوقتي عراف؟ بالطريقه اللي هو بيقولها مع احترامي له وحبه الشديد له، ده شغل دجل وعراف وسحر وليس علم. وليس علم. لا معلش، اصل لان اللي بيقولوا لحضرتك بيقولوا لي بيقولوا للتاني، لان دي منظومه لا معينه حسب بيانات الميلاد. مش معلش، منظومه معينه هم حاطينها، واللي بيقولوا لحضرتك ممكن يقولوا لمليون واحد. طيب دكتور هي القاعده واحده. لما شخص بيجي لك بتطلب منه ده اكبر حرام. انا عايز ابين نقطه، اسم الوالد الوالده ولا مالكش دعوه يا دكتور احمد. بس حضرتك بس اكمل كلامي. اتفضل. اثرتها كتير قبل كده، قلت العراف هو الذي يسترق السمع، هو الكاهن، من اتى كان او عفوا ماليش علاقه. انا قلت دلوقتي ايه؟ انت اديت لي دلوقتي ايه؟ هل انا استرقت السمع بدون ما اخد منك بيانات، ولا انت قلت لي تاريخ ميلادي 7/7 فقلت لك انت كنت السرطان وحاليا حسب التقسيم انت تضمن له ان هو دقيقه واحده اكمل كلامي يا فضيله الشيخ، انت اللي بتقاطعني. مش بقاطعك، الناس كده هتتضايق، انت بتقول على كده. انا عايز انا معلومتي انا مسؤول عنها والناس ليها تحكم. طيب دي مناظره مش فاهم يعني. فانا بطلب ايه؟ حسابات فلكيه. كل الابراج اتحركت. السرطان بقى جوز، انت حضرتك بقيت الجوزاء من امتى والسبب ايه؟ تم بص التقسيم ده اساسا اعتمده بطليموس في القرن الثاني قبل الميلاد 13 برج، اجى لاسباب لان التقويم الجولياني او الروماني او الميلادي خاطئ، عمالين ينظموا ويجيبوا ايام من هنا وايام من هنا، بدليل شهر فبراير حسب السنه الكبيسه او البسيطه بيبقى 28 او 29 حسب السنه الكبيسه، فعمالين ياخدوا من هنا وياخدوا من هنا، فهو خاطئ. فكان 13 اساسا بطليموس في القرن الثاني قبل الميلاد، فلما اجى يوليوس ايه اللي حصل بقى؟ التغيير بدا من امتى؟ التغيير بقى بدا احنا في عصر اسمه عصر الدل وعصر يعني بدا من الحلقه دي مثلا رسميا هو المفروض من سنتين، لكن رسميا بدا من شهر او شهرين، تم اعتماده رسميا من الهيئات الفلكيه الرسميه الحكوميه. مين اللي قال مين اللي اكتشف ان حصل تغيير؟ وكاله الفضاء ناسا اللي هي بترصد الابراج بناء عن مشاهدات وارصاد رصد حصل تحرك للكواكب. انا قلت لحضرتك في الاول ايه؟ انا قلت لحضرتك ايه؟ الحاجات دي موجوده. انا قلت لحضرتك ايه؟ الابراج دي اشكال بالتلسكوب ممكن تشوفها، موجوده من زمان، بس الناس اخفتها لاسباب اجنده معينه بدات تظهرها. لكن بقول لك حامل الثعبان دون طبعا ده برج مش ظهر، ده جديد قديم، هو موجود في السماء من زمان، بس توافلوه لسبب ما عشان التقويم الجولياني. اذا فهمت كلام حضرتك، وبعدين رجع تاني اعتمدوه رسميا الا انه موجود. يا دكتور احمد الناس بتيجي بس حسابات فلكيه تقول والله حضرتك قلت لي ايه؟ حضرتك قلت لي ايه؟ تاريخ ميلادي 7/7 قلت لك قديما السرطان وانت حاليا الجوزاء. هل انا استرقت السمع اما اخدت تاريخ ميلادي؟ ده مبدئيا انت الفتاه المفروض بقى البرج بقى لو جايه فتاه وفتاه دلوقتي البرج اللي يمشي معاها يعني مثلا تقول له والله البرج طبعا توافقات، بس دي مبنيش عليها حياه. ايه توافقات بقى يا دكتور؟ بمعنى ايه توافقات؟ في دلالات عشان من حياه، بس انا عشان ضميري مستريح في دلالات معينه او احكام باخد دليل او اثنين. اول دليل التوافق الطباع، بس مبدئيا بنسبه 50-60%، يعني ما مبنيش عليه حكمي. في عندي ادله ثانيه
150% مثل الطالع، وبالاسماء بجزم بها. المهم بالنسبه للتوافقات، شخص جالي مثلا اسد حاجات محرمه يا اقول وجهه نظري ازاي الطالع انا اتكلم فيه انت الوقت بس اكمل وجهه نظري. عايش المشاهد في شاب حاجات بيجي لي أصلاً بوج اسد نبي والفتاه طالع دكتور احمد يا استاذ أقول لحضرتك حاجة إبراهيم، أنت هتعيش المشاهد في في شاب حاجات بيجي لي أصلاً بوج الاسد نبي ملهاش علاقه وفي بالدين خالص فتاه نهائي. بيجي لي بوج العقرب مائي. ميه تطفي النار اعداء، اقول لهم عمركم ما هتتشكلوا ببعض، وفعلا الميه تطفي النار اعداء ما ينفعش. بس الكلام ده لكل قاعده استثناء، ده ما احكمش عليه برضه بتاع ده مبدئيا بنسبه 20 30 50%. لكن اقول بقى في حاجه ثانيه، الطالع بقى اضافه لدي اسمك ثلاثي واسمها ثلاثي بتنبأ، ما بديش توافقات بقى، التوافق ده حاجه وبعدين نقطه ثانيه اتكلمنا في قصه وبعدين نقطه التنبؤ يا ثانيه، أستاذ الاسم إبراهيم، والاسم بتبقى مستمر حرام علاقه، والكلام ممكن ده لو حرام. يطلقها او يتجوزها او يستمروا بالاسماء بيبان. دي وبيحصل. نقطه ثانيه من طيب. 55%. أليس هنا كشوفات احمد شاهين معروفه. أليس- ثالثا الطالع، الهيئه الفلكيه، تاريخ ميلادك، مدينه ميلادك، ساعه ميلادك، تاريخ ميلادك، مدينه ميلادك، ساعه ميلادك. ارسم الهيئه الفلكيه اللي هي مخطط مختصر لصفحه السماء بتوزيع كوكبها، ساعه ميلادها وساعه ميلاده بتوزيعات كوكبيه معينه. دكتور احمد فينوس مع المريخ عرض، هكذا. ممكن عرض؟ اتفضل. ألست مسلما؟ مسلما. جميل. أليس اسمك الدكتور أحمد؟ احمد. هل أحمد تعتقد كده. فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون لا. ولو صدقوا أرجع تاني أو أقول ولو لك إحنا صدقوا؟ ناقشناها. هذا ليس آية ولا حديث مكذوب على، وهو قول ضعيف هذا ومكذوب على حديث علي بن أبي طالب. صحيح. فضيلة الشيخ اللي كان موجود في الحلقة السابقة قال لك هذا حديث مكذوب. دكتور أحمد انا اللي قلت هنقول ده انت اللي هو اللي قال، الناس اللي تابعت الحلقة السابقة قالت هذا حديث مكذوب. فضيلة الشيخ حديث يا فندم صحيح. لا فضيلة الشيخ أحمد حديث عمر، صحيح. الدكتور هل- أحمد عمر هاشم بص. كذبه. لا. فضيلة الشيخ العالم الأزهري كان في موجود في حديث الحلقة اللي ثاني. فاتت ما كذبه. دليلك؟ ما دليلك لا، إنه انا بقول ماليش لحضرتك دعوة يطلعوا لي بالله. ليس بص، يا حديث أستاذ إبراهيم. ولا آية وإنما قول مكذوب على علي بن أبي طالب. في حديث السلام. صحيح تاني. العالم الأزهري هو اللي طب هيقول لك اسمع كذبه. بقى. طب اسمعني بس خليني اتكلم. اتفضل. طلعوا لي منين؟ معلش منين؟ أولاً- موجود في البخاري وموجود في مسلم لا، ليس له وموجود حديث. في مسند احمد ليس بن له حنبل. إذن حديث صحيح. صحيح. طيب. وحديث ليس ثاني ولا يؤكد ضعيف أكتر من حتى. كده. ولا ضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذهب الى عراف تاني، مالناش دعوة واستشاره بدي. في أبوك كذب امر ومنجمون. فقد كفر بما لا، انزل لا. على أنا محمد. مش عراف. طيب هو بيقول ده لك انا حديث مش عراف، صحيح. هو بيقول لك انا مش عراف. انا باخد بيانات فلكيه، حاسب فلكي، ما هو العراف هو شغل الساحر. شغل دجل. انت اللي بتقول شغل وجهة دجل. نظرك. كله العراف ده هو يعني الساحر. كله ده شغل إذا ما دجل، والساده يفعله- المشاهدين يعلموا أيوة. ما ذلك. تدخلش من طيب. نقطه كذبه الأستاذ منجمون. مع احترامي انا بحبه جدا والله، بس انا خايف عليه، اقسم بالله العظيم انا خايف عليه من غضب الله. ليست حديث ما- ولا آية. لانه هو قول عاوز مكذوب على علي يصرف بن أبي طالب. الناس عليكم عن تعلم الثقه النبي. طيب بس بالله. هذا العالم يعتبر- الأزهري- انت اعتقد انك أنا خرجت خايف عليك يا أخي. بادئ تخرج عن النص دكتور لا احمد. فضيلة لا، الشيخ لا. اللي كان قاعد مكانه الحلقه اللي فاتت قال لك حديث مكذوب والناس شافت الحلقه. دكتور احمد عمر هاشم يا قال لك دكتور ليس أحمد، موجود. يا الحديث دكتور جميع أحمد. علماء سؤال السنة انا دكتور. قلت لك حديث صحيح ولا صحيح ولا ضعيف. موجود. لا ولا حديث ولا موجود. طيب، إذن وهذا حديث ثاني الناس للرسول هتبحث. صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح فضيلة الشيخ محمد. حديث هذه صحيح. نقطة. النقطة الثانية والناس المشاهدين إيه موضوع- اي عالم او اي داعيه اسلامي يرد عليا يقول لي العالم الحديث ضعيف الازهري ولا اللي كان لا. موجود طيب، الحلقه اللي فاتت طيب. ماشي. كذبه. اذا كان الكلام بتاعي فيه غلط اي مشاهد يرد عليا يقول لي فضيلة الحديث محمد ضعيف ولا السؤال لا. الثاني موضوع الطالع اللي بيتكلم فيه الدكتور احمد. يا فندم يا استاذ ابراهيم حكم هو العقل. اقر بالابراج والطبائع في الاول. الابراج متفق معايا. مالهاش انتهينا علاقه منها. لا، يا يعني- ابني. الابراج اساس علم الطلع ده والنجوم. الأبراج اللي ربنا ما دام ذكرها اقر في بالمبدا، القرآن الكريم. ما دام فضيله يعني الشيخ يا سادة اقر المشاهدون. بالمبدا، دكتور أحمد. ما دام اقر بالمبدا يبقى هو مؤمن بعلم النجوم، دكتور لان أحمد، الابراج هي هو اساس علم علم طالع ده النجوم. يعني علم طالع مش غيب. الابراج اساس غيب علم يا النجوم. من يعلم الغيب؟ الله. في غيب مطلق وغيب نسبي، الغيب كده مطلق ولا وعلم إيه؟ الساعه. الغيب ده نسبي. وعنده الامام مفاتيح متولي الغيب لا الامام متولي يعلمها الشعراوي إلا هو. الامام متولي الشعراوي وائمه السنه اتكلم عن الغيب يتكلموا عن المكاني علم والغيب النجوم. الزماني. يتكلم عن علم النجوم، قال لك علم النجوم ليس، ده الشعراوي قال لك ليس من علم الغيب، انما غيب نسبي. اما الغيب المطلق فهو لله اللي هو علم الساعه. اما الغيب النسبي اللي هي امور حياتيه، الناس هناكل ايه، هو بكره انا هنتجوز. بعرف دول هيتوافقوا ده الإمام مع بعض متولي. أو مش هيتوافقوا. ده وهيعيشوا. ده غيب يا نسبي، أستاذ امور إبراهيم، حياتيه. العقل. لا لا عفوا. أين العقل؟ اسمح لي الإمام بالله. متولي الشعراوي هو هنا الإله. أدعوكم مشاهدينا الكرام لحاجة مهمة جدا، وهو رأي حضراتكم في هذا الكلم المهم جدا والخطير جدا اللي بيقوله الدكتور احمد. وهو انا بستند على اراء وائمه. هل آراء غير صحيحة. هل الإمام متولي الشعراوي. لا 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 أدلة لا وليس متولي لها الشعراوي. قيمة. هل النهارده أليس الطالع او علم الطالع او ان نعرف بكره هيحصل ايه لمحمد مع احمد ومراتاتهم او ازواجهم او زوجاتهم، أليس ذلك يعتبر من استشراف الغيب ولا ايه؟ احنا عايزين محتاج رأي نتكلم- حضراتكم ده برسائل او اتصالات حالا. عايزين موضوع لأن الحلقه. الامر احنا خطير اصلنا جدا. الموضوع ده طبعا. طب برضه الامر عليه. الثاني يا فندم، الامر الثاني مش وهو هنتكلم عن اصلا اعرف المعرفة. حد بيقرا فنجان. انا قلت في اول كلام ده ده في عاوز أبدأ. ده بالنسبه لك عادي انا ولا؟ قلت لحضرتك ايه، انا برضه حضرتك ما سمعتنيش. رجل مسلم فضيلة الشيخ محمد، اقول لحضرتك حاجه، ورجل يصلي صلوات الخمس وفي المسجد، ولكن يمسك الفنجان يقول لك والله يعني ده شعوذه في- وده جلد. انا لا اؤمن بهذا الموضوع، ولكن في امور حصلت فعلا مع فلان وفلان وفلان وفلان. ده ايه؟
انا اول كلامي الشعوذة انا اول كلامي قلته في ودجل. الاول، ودجل. قلت لما حسيت في نفسي في موهبه ابتعدت عن الشعوذه والدجل، وقلت العلم الفلك درسته لانه علم نبوي الهي. طيب اللي تقول كان ايه شعوذه ودجل للناس دي قراءه افكار، فن جن، لمن يقرأ مثل هذه قراءه افكار واصطاد سمع. ما احنا قلنا دول عرافين. جميل. واللي قولا بيسأل- واحدا. ده شيء طب مؤكد. من يفعل ذلك محرم، ده الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالكفر. هل تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر